أصعب سجن تقدري تعيشيه فيه هو سجن الأفكار ديالك وانتي شادة على راسك في الدار. اليوم قررت نخرج ونشارك معكم بداية التغيير. السلام عليكم البنات. اليوم فكرت مزيان وقلت مع راسي لا نوضي خرجي سيري ضربي دورة. حتى وإن كنتي عايشة بوحدك ماشي معناها تحبسي راسك. الإنسان ماشي حيتاش عايش بوحدو يبقى ديما جالس في الدار، بالعكس الا وقعت لك شي حاجه ولا مشكل خاص بك ما خصكش تبقى شاده عليك. انا اصلا من داك النوع اللي شحال من مره كنت كنشد عليا في الدار وكنبقى جالسه كنعاني بوحدي، ولكن اليوم قلت صافي نبدا حياتي ونكسر هذا الروتين. نضت خرجت مشيت فطرت وضربت الدوره وبقيت شاده الطريق غاديه وما عارفاش كاع فين غاديه، غير غاديه بوحديتي وكنستمتع بالجو. طريق كتفكرني باللي حتى حياتنا حتى هي طريق، شي مرات كتكون عامره وشي مرات كتكون خابيه، والمهم هو اننا نبقاو غاديين وما نحبسوش. الغربه علمتني كيفاش نكون سائق ديال حياتي وكيفاش نختار الوجهه اللي بغيت انا. كملت طريقي غاديه جيت البحر وحسيت بواحد الراحه. الحمد لله على هذا النهار وعلى هذه النعمه ديال الصحه والعافيه. اللهم اني استودعك ايامي القادمه فاجعلها كما تحب وترضى واجعل لي فيها فرحه ورزق وتيسير. بزاف ديال الناس كيخافوا من الطريق الطويله، كيخافوا من الوحده، ولكن انا اكتشفت باللي الطريق هي الوقيته الوحيده اللي كنهضر فيها مع راسي بلا تشويش. كاين فرق كبير بين انك تكوني وحيده وبين انك تكوني بوحديتك. بوحدك كتعني انك كتعرفي قيمه راسك، كتعرفي تجمعي افكارك وكتعرفي شنو باغيه من الدنيا. كنبغي نقول لاي وحده كتسمعني دابا ما تخليش الغربه تسرق منك ضحكتك، وما تخليش الضغوطات تنسيك باللي انتي انسانه قويه. اللهم يا ربي وسع لي في رزقي ويسر لي اموري واجعل خطواتي هذا الطريق بدايه لكل خير، وابعد عني شر النفوس وشر الهموم. الطريق مازال طويله ولكن قلبي مرتاح، حيت عارفه باللي كيف ما كانت النهايه فانا اللي اختاريت، انا اللي اختاريتها، انا اللي اختاريت نكون هنا وانا اللي قادره نكمل. بعد نص ساعه ديال الطريق لقيت واحد الريستو زوين بزاف وعجبتني الديكوراسيون ديالو، فيه واحد الراحه واحد الجو الهادئ. صراحه دخلت وجلست وطلبت كروكيطاس ديال الباكالا، عجبوني بزاف داك الكروكيطات بزاف، كانوا مذاقهم خطير. وموراها طلبت بايجا دي ماريسكو، كتعجبني بايجا دي ماريسكو بزاف، سيرتو في هاد المناطق نتاع فالنسيا كيصرعوها. الماكله كانت كتشهي مذاقها خطير وفرحت بزاف حيت خديت هاد القرار، حيت خديت قرار زوين. خرجت واستمتعت بالوقت واستمتعت مع راسي واخا بوحديتي، ونسيت الهموم والمشاكل خليتهم من مورايا. مهم بغيت نشارك معكم هاد اللحظه باش نقول لكل بنت كتسمعني وعايشه بوحدها ما تخليش الوحده تقهرك. خرجي تمشي اكتشفي بلايص جداد وتلاجئي مع راسك، حيت راسك هو اول واحد يستاهل تفرحيه. كنهضر معكم البنات والله كنصحكم من قلبي،
خرج اختي تمشاي فرحي مع راسك، ما تنسيش ما تسنيش من واحد اخرين هما يفرحوك ولا هما يسعدوك.